السلام عليكم حبيباتي. اليوم جبت لكم خبز المطلوع تاع الفرينه تاع الطاجين يجي خفيف. نبدو في المقادير: 3 غرفيات فرينه، زوج مغارف صغار تاع ملح، ومغرف كبيره تاع سكر، ملعقه كبيره ونصف تاع خميره الخبز، نوضعوها في الجنب. نبدو نخلطوا في المكونات تاعنا، المكونات الجافه، ونضيفوا الماء الدافئ باش نلموا العجينه تاعنا. نقعدوا نضيفوا في الماء حتى اللي تلتم معنا العجينه. العجينه تاعنا تريح 15 دقيقه كما راكم تلاحظوا. بعد ما ريحت العجينه تاعنا، نجيبوا الغرفيه تاعنا فيها الماء ونحاولوا باش نخرجوا لي غاز من العجينه بهذه الطريقه، ونعاودوا نخلوها تريح 4 دقائق. المرة الثانية نجيبوا العجينة ونعاودوا نخرجوا لي غاز منها بهذه الطريقة باستعمال الماء. بعد ما خمرت العجينة المرة الثانية، نجيبوا الزيت كما راكم تلاحظوا معايا. نحاولوا ان نقسموها على 3 كريات. نجيبوا السميد تاعنا، السميد يكون متوسط، نغمضوها هكا في السميد بهذه الطريقه كما راكم تلاحظوا معايا. نجيبوا هاد الغلافات تاع العلب بلاستيكيه، انا نستعملهم في الخبز، سهل عليكم العمليه. نقرصوا الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا كاع، ونغطيه ونخليه يرتاح. بعد ما خمر الخبز تاعنا نجيبوه نطيبوه في الطاجين يكون سخون. نبدو نقرصوا فيه هكا فوق الطاجين كما راكم تشوفوا، ونقصوا للنار يطيب على نار هاديه. نقلبوا الخبز تاعنا على الجهه الثانيه. وخبز المطلوع اللي تحصلنا عليه كما راكم تشوفوا معنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.